خلال السنوات الأخيرة ذهب عدد كبير من لاعبي كرة القدم إلى رسم الوشم على أجسادهم من أجل لفت الأنظار إليهم، وأيضا لتخليد ذكريات ومواقف خاصة بهم. وأصبح الوشم ظاهرة منتشرة جدا بشكل كبير في ملاعب أوروبا وأمريكا، ولكل وشم ورسم على جسد لاعب كرة القدم قصة أو حكاية، والتي قد ترجع لسبب معين عاشه اللاعب في الماضي. أنا هاكيتو، ومرحبا بك يا عزيزي المشاهد لنتعرف على أغرب القصص التي تخفيها الوشوم. موريسيو بينيلا. قام موريسيو بينيلا بعمل وشم على جسده، وتحديدا على ظهره، على شكل كرة مرتطمة بقائم المرمى. والقصة وراء هذا الوشم تعود عند ارتطام تسديدته بقائم المرمى في الوقت الإضافي في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام البرازيل بركلات الترجيح في مونديال البرازيل 2014، مع إضافته لعبارة سنتيمتر واحد بعيدا عن المجد. هذا الوشم عبارة عن الأسف والخيبة اللذين شعر بهما اللاعب، الشيء الذي أكده الطبيب النفسي لموريسيو قائلا أن هذا الوشم ما يذكره دائما باللحظة المميزة التي كان سيحظى بها لولا القائم، وأنه فضل وضعه على ظهره حتى لا يستطيع أن يراه في كل الأوقات. دي روسي. دانييل دي روسي نجم خط وسط روما ومن أحد أفضل اللاعبين في منتخب إيطاليا، ظهر بوشم غريب على قدميه خلال مشاركته في يورو سنة 2016. يتسم دي روسي بأسلوب اللعب القوي والعنيف، والذي يكلفه في الكثير من الأحيان البطاقات الحمراء، وهو الشيء الذي له صلة كبيرة بالوشم الموضوع على جسمه. وشم دي روسي عبارة عن رسم لمثلث تحتيري على طريقة إشارات المرور، وبداخله لاعب ينزلق بقوة من أجل افتكاك الكرة من منافسه، وحسب قوله فيشير ذلك إلى قوته في الالتحامات والانزلاق من أجل نيل الكرة، وقام بوضعه عمدا كرسالة تحذيرية لمنافسيه. أندي ديلور. قصة الوشم الموجود في وجه اللاعب الجزائري أندي ديلور تعد واحدة من القصص القاسية من بين كل اللاعبين. خلال لقاء مع اللاعب سئل عن الوشم المطبوع على وجهه، فأجاب أندي أن حياته كانت معقدة وحزينة، وأنه عاش لحظات قاسية جدا، وإذا كان سيختار جملة يكتبها تحت وشم الدمعة فهي لن أنسى دموعي أبدا. يعد أندي من مواليد فرنسا، وهو ابن مهاجر من غجر المكسيك ومن أم جزائرية. ويقول ديلور عن قصة هذه الدمعة: طبعت هذه الدمعة عندما كنت في 18 من العمر، وهي ليست خاصة بحادثة معينة، فلقد حزنت كثيرا في حياتي، وبعد طلاق والدي وأنا في سن 7 أخذني والدي لكي أعيش معه، وللأسف كانت معاملته قاسية جدا، حتى أنه عندما رأى هذه الدمعة على وجهي أراد أن يعتدي علي بآلة حادة. لذلك فهذه الدمعة تعود لكمية الحزن والألم التي عاشها منذ طفولته. رحيم ستيرلينغ. يعرف رحيم ستيرلينغ بمهاراته المميزة وسرعته الكبيرة، ويعد أحد اللاعبين المميزين في العالم حاليا. لكن إذا ركزت على بعض التفاصيل الأخرى الموجودة لدى رحيم مثل وشمه والذي يأتي على شكل سلاح ناري، فهنا سنتعرف على قصة قاسية أخرى لهذا اللاعب. يقول رحيم عن قصة الوشم: عندما كنت في 2 من عمري كنت أعيش في حي فقير في جامايكا، وكانت ظروف العيش صعبة جدا هناك، بالإضافة أن أحياءها كانت خطيرة جدا. وفي أحد الأيام قتل والدي بالرصاص، الشيء الذي جعلني قطعت عهدا على نفسي ألا أمسك بسلاح طوال حياتي، وأن سلاحي الوحيد هو قدمي اليمنى فقط. ما هي قصة الوشم الأغرب بالنسبة لكم؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب كدعم لي. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. كان معكم هاكيتو، سلام.